حديثنا اليوم للأسف مع خديجة البيضاوية ليس عن العيطة ولا عن مواعيدها الفنية. حديث ملؤه الشجن لامرأة أتعبها المرض ووهن منها الجسد، فباعد بينها وبين فن عشقته ونهلت منه بشغف على أيدي رواد العيطة ذات سبعينيات من القرن الماضي. عادت اليوم إلى منزلها بعد رحلة علاج بالمستشفى. أنا هاد الفنانة لو كان ما رميد أنا بعدا ما غيستقبلونيش، ما عندي والو. الله هاد الفنان ما كدير والو. بزاف التحاليل اللي درت وعزيز السكانيرات والدوايات، بزاف 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 الدوايات قبل اللي داكشي اللي كتخسر راه من عندك، ما كيعطيوك والو. الفنان خدم راه يعيش، ما خدمش ما يعيش. رائدة العيطة المرساوية خديجة ولجت دروب الفن وبلغت الشهرة ودخلت بيوتات مغاربة يعشقون فن العيطة. اليوم تجتاز خديجة البيضاوية محنة صحية وأعيتها تكاليف العلاج. أي مريض خاصو عناية باش يحس، حيت ملي كتكون العناية كيكون مريض ولكن كيحس مسكين واحد الناس دايرين بيه، وهذا شويه تترجع فيه الفرحه لداخل واخا ما يقدرش. المهم كيقول هاد الناس معتالين بيا. تنشكر الشعب المغربي كله لان بزاف الناس اتصلوا بيا من برا ومن هنا مساكن، الله يكثر خيرهم، نشكرهم بزاف. والحمد لله احنا غاديين بشويه بشويه تيرحم الله. تنتصب شهادات التقدير والاعتراف بين زوايا منزلها، تذكر بمسار فنانة رقيقة أنيقة شقت طريقها بصبر وأناة وإبداع. أيقونة العيطة تتطلع لأيام أفضل تتغلب فيها على محنة المرض لتواصل مسيرة غناء لا تتقن ولا تعشق غيرها.